ازيكم يا جماعة؟ النهاردة هناخدكم في فيديو جديد من جوه هاسيندا وايت الساحل الشمالي، أو زي ما بيقولوا من قلب الساحل الشرير. هاسيندا وايت زي ما انتم شايفين في الكيلو 138، هي بعد مراسي بحوالي 12 كيلو، وقبل تلال بحوالي 4 كيلو. وهاسيندا وايت من القرى اللي لو دخلتها مش هتحتاج تخرج براها، لأن هي فيها كل حاجة انت محتاجها. للناس اللي بتتلخبط، في 3 هاسيندا في سيدي عبد الرحمن: هاسيندا باي اللي في الكيلو 120 اللي احنا عملنا لها ريفيو في الفيديو اللي فات، لو ما شوفوش ارجع شوفه، وهاسيندا وايت اللي احنا فيها دلوقتي، والاتنين دول تبع بول ميلز. وفي بعد هاسيندا وايت بكيلو، هو السور في السوق معاها هاسيندا ريد، ودي تبع الجمالي. هاسيندا وايت اللي احنا فيها النهارده أغلبها كلها اتباعت، فلو انت عاوز تشتري شاليه، أرخص شاليه هنا هيكون ب18 مليون جنيه، وده هيبقى ريسيل. أما لو عايز تأجر، فأقل سعر إيجار هنا بيبقى ب16,000، وده للشاليه ال3 أوض. وأغلب الناس هنا مش بتأجر باليوم، يعني هيقولك أقل حاجة مثلا تأجر أسبوع. لو عديت يوم الخميس أو الجمعة بالليل، هتلاقي دايما بوابات هاسيندا وايت موقفة الطريق كله من بره، وده بسبب إن هي فيها كل الخروجات اللي الشباب بيحب يسهر فيها بالليل. ومن أشهر الأماكن دي ليمون تري وكيكز وجرامبو، والتلاتة موجودين جوه هاسيندا وايت. طيب لو انت مالكش في السهر برضه هتتبسط، لأن فيه جوه أكتر من محل أكل ممكن تاكل فيه. في ماكدونالدز، وفي أكتر من محل برجر تاني، وفي محل بيتزا. والميزة في هاسيندا وايت إن هي ممكن تخش للقرية اللي جنبها اللي هي هاسيندا ريد من على البحر، وتتمشى ومفيش أي حد بيسأل أي حد داخل من هنا أو من هناك. سايبين الدنيا عادي مع البحر، اللي عايز يخش براحته. هاسيندا وايت زي ما انتم شايفين الأرض كده هما سايبينها رملة، عاملة كده زي العجمي زمان لو حد راح قبل كده. وهسيبكوا تاخدوا التور، وقابلكوا على البحر كمان شوية. احنا كده لسه راكنين دلوقتي ونتمشى للبحر، وعلشان تركن جوه في الحتة اللي انت شايفها دي لازم يبقى عندك كابينة. كل اللي انتوا شايفينه على اليمين والشمال دول يا جماعة هي الكباين اللي بصة على اللاجونز. عشان تخش هاسيندا وايت لازم تبقى عارف حد جوه عشان يبعتلك QR كود. ومش بس لازم تبقى عارف حد، لأ، ده لازم كمان يكون موجود معاك على البحر علشان تخش، لأن انت عشان تقعد على البحر لازم يكون معاك الأونر. طب لو انت عاوز تقعد في هاسيندا مش عايز تؤجر، في اوتيل اسمه كاسا كوك، وده سعره زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة ب67,000 جنيه في اليوم للأوضة الدبل. وهو في رأيي إن هو أحسن أوتيل في الساحل الشمالي، لكن الأسعار زي ما انتوا شايفين كده. الدنيا فاضية علشان النهاردة يوم وسط الأسبوع والوقت بدري جدا، إنما انتوا لو جيتوا في أي يوم الساعة 3 أو بعد كده تقريبا مش هتلاقوا مكان على البحر. لو عجبكم الفيديو اعملوا سبسكرايب ولايك، وقولوا لنا عايزين تشوفوا ايه الكومباوند في الفيديو الجاي، واستنونا في اكتر من فيديو هيبقى موجود الفترة الجاية من كل اماكن الساحل الشمالي كخروجات وككومباوندز. اشوفكم الفيديو الجاي.